نكض الرقية ونشيفها، وبعد ما تصير بهذا الشكل ناكلها. وانا ما جاي اكل رقية، جت براسي فكرة، قلت الرقي هم يصير عصير. هم مو يقولون الحياة تجارب؟ تعالوا خلينا نجرب الرقي ونسويه عصير. ومن اقولكم انا نيوتن الثاني ما حد يصدق بيه. بالبداية نجيب هذا العزيز اللي راح يوقف لنا بهاي الشدة، وبعدين نجيب الرقي ونقطه هنا، وانتم همين قطونا لايك ومتابعة. وبعدين ندير ماي قليل لان الرقي هو اصلا بماي. هنا نحط شكر قليل لان الرقي هو حلو من الاساس. وبعدين نغلقه ونسوي له عملية الانخلاط. مو قلت لكم انا ما الحق كمبيوتر حاسبه دبلون. وبعد ما يكمل نطفي الخلاط ونديره بالقلاص، ولا حد يشكك بقدراته ويقول لي جاي يسوي. ترى قلت لكم نيوتن انا علمته، بس انا ما اريد احكي، خاف تقولون علي كذاب. وهنا بعد ما جربته يا اخوي الحكي بيني، يعني هو ترى نفسه، يعني ذاك هو هذا، يعني ترى الرقه هالايام شويه مو شي بالعراق. هنا قلت ما يروح تعبي بالهواء وخلنا نكسرها واسوي وياه بطيخ، وهالمره اكيد راح يطلع وياه طيب. بالبدايه نقط البطيخ وبعدين نرقي، ووراها نخلطهن. اهو نسيت الماي، نروح طياره نجيب الماي ونديره